السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايب لكم افضل تطبيقات على ايفون ل 2025. تطبيقات مفيده جدا يا جماعه، مش هتقدر تستغنى عنها. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا بينا. طيب، اول تطبيق معانا وهو سايز تيوب. التطبيق ده جميل جدا، ما فيهوش اي اعلانات. لو انت داخل تسمع على اليوتيوب او تسمع على اي منصه، فيسبوك، انستجرام، او اي تطبيق سوشيال ميديا، تقدر تخش على الموقع هنا وتسمع جميع الفيديوهات براحتك بدون اي اعلان خالص. فمثلا فيديو زي ده انا بشغله عادي جدا. دخلت على اليوتيوب، كتبت سيرش عن فيديو معين، فتحت الفيديو، هشغله لي بدون اعلان خالص زي ما انت شايف قدامك. واقدر كمان اطلع من التطبيق يشغله لي كصوره مصغره، واقدر استخدم اي ابلكيشن جنبه زي ما انت شايف عادي جدا بكل اريحيه. مش بس على اليوتيوب، على اي منصه زي فيسبوك او اي تطبيق تاني. تمام. التطبيق التاني معانا وهو ريدينس. التطبيق ده رهيب جدا يا جماعه في الخلفيات، وبتقدر تعمل خلفيات رهيبه جدا عن طريق التطبيق ده. بتقدر تخش على التطبيق ده وتدوس على الفرشه، هتلاقي ظهر لك مجموعه خلفيات قدامك زي ما انت شايف زي كده. الغريب مش في كده، الغريب ان انت لو دوست على التطبيق ده تقدر تتحكم بالالوان بتاعته. يعني لو دوست على الدرجه دي اقدر اغير الوان الخلفيه نفسها، غامقه، لون معين في دماغي، اقلل حده اللون، ازود حده اللون كده. يعني تطبيق جميل جدا، اقدر استخدمه حتى مش بس في المناطق الداكنه، اقدر كمان اغير المناطق الفاتحه اللي في الصوره. مثلا اخليه ازرق فاتح مدي على الاخضر شويه، واقلل حمويه زي ما انت شايف كده قدامك. غير لي الصوره وعمل لي ميكس جميل قوي الالوان اللي انا عملتها. مش بس كده، عندك او خلفيه معينه عندك وعايز تظبطها، بتدوس على كاستم، دخلك على الصور زي ما انت شايف كده. فمثلا الصوره دي اقدر بقى العب في الالوان بتاعها زي ما انت شايف كده. بص هنا، اغير اللون، اخليه مثلا ازرق، ده خلاني اللون اللي فوق ده ازرق، واللون اللي تحت ده لو عايز اغيره مثلا اخليه احمر. ده الاحمر شويه ونغمق ده. زي ما انت شايف قدامك كده غير لي شكل الصوره 180 درجه وباعدادات لطيفه جدا. وادوس سيف بس، والتطبيق مجاني بالكامل وجميل جدا لو عايز تصمم خلفيه مميزه على الجهاز عندك. عندنا التطبيق التالت وهو بانوراما. ده تطبيق لتحميل الفيديوهات من اي منصه على التليفون، منصه فيسبوك، منصه اليوتيوب، منصه اي منصه في العالم. مثلا اخد الرابط ده كوبي، اعمل شير واخده كوبي بس، واروح على التطبيق ده وادوس بيست وادوس داونلود، وهيبدا معايا في الداونلود زي ما انت شايف قدامك كده على طول، وهيسيبه في الجاليري عندك او في الصور على طول. تمام. التطبيق اللي بعد كده وهو تطبيق رهيب جدا وهو اسمه فينج. التطبيق ده جميل جدا، بيعرفك عدد مستخدمين النتورك عندك. يعني مثلا انت اهو على الشبكه دي، بيوريك كم مستخدم عندك في الشبكه قدامك. وعندك كمان سرعه الانترنت. لو دوست على انترنت هنا وعملت تيست سبيد، هتلاقيه عمل لك تيست للسبيد بتاعه سرعه الانترنت عندك. ويعني تطبيق جميل جدا، بيعرفك ان انت مين مستخدم معاك او مشترك معاك في الواي فاي، وتقدر تتحكم فيه كمان. ما انت شايف قدامك مثلا لو دخلت على الشخص ده اقدر اعمل له بلوك او اوقف عنه الانترنت او احذفه من الشبكه نفسها. فتطبيق جميل جدا، انصحك بتجربته ومجاني بالكامل. عندك سايبر في بي ان. تطبيق جميل جدا، في بي ان يعني في دول عديده جدا ومجاني بالكامل بدون اي رسوم. فمثلا لو استخدمت الولايات المتحده ودوست الاو او موافق ودخلت الباسورد، هتلاقي عمل لي كونكتنج. انصحك بتجربته لو انت محتاج تطبيقات في بي ان على الايفون بتاعك وبتستخدمها كتير بالذات للمواقع المحجوبه. هتقدر يعني التطبيق ده بجد روعه، لانه بيعمل لك عدد دول كتير ومجاني بالكامل. يعني حاجه جميله جدا. معظم تطبيقات الفي بي ان بفلوس اصلا. وبس كده، دي حلقه النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الحلقه الجايه. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.